الفيديو ده انا مفكرتش في التايتل ولا هتكلم على ايه. بس انا حصل حاجة النهاردة كنت عايز ان انا اتكلم عليها مع نفسي وممكن تفيد اي حد هيتفرج على الفيديو ده. فانا بدأت مشروع كده اونلاين من سنتين، اللي هو ماركتنج ايجنسي. بشتغل مع ناس، بعمل لهم اعلانات، اجيب لهم ناس وهم يدوني فلوس. وانا من شهر جالي اول كلاينت، يعني بعد سنتين وشوية كمان جالي كلاينت. ودي اول مرة اعمل له اعلانات، واول شهر اشتغل معايا واداني فلوس، ما جبتلوش النتائج اللي هو عايزها. والموضوع مزعلني، وموضوع بفتكر ان انا، طب هو ازاي انا وحش كده؟ بس هو الحقيقة اللي هو انا مش وحش، هو انا وحش ايوه، بس انا عشان ما عملتش الموضوع قبل كده. فلما حاجة صعبة تيجي، يعني هقولك ايه اللي حصل النهارده. اللي هو بعت لي مسج، هو كان قايل لي ان انت لو ما جبتليش النتائج الشهر ده اللي هو الشهر التاني، انا همشي واسيبك، يعني هروح لايجنسي تانية وهشوف بقى ازاي اجيب ناس لوحدي. ف ده يعني حاطط ضغط عليا الموضوع ده. وانا دايما بكلمكم ازاي تبقوا منضبطين، ازاي يعني تعملوا بروجرس وكده، ودايما بكلمكم على الحاجات الكويسة. بس هو الحقيقة اللي هو لما انت عايز تبقى ناجح، الموضوع هيبقى صعب، الموضوع مش هيبقى سهل. كل يوم لازم تحارب ال uncertainty واللي انت مش عارف بتعمل ايه، وهتجتهد ومش عارف يعني النتيجة هتبقى كويسة ولا وحشة، عشان الناس تقولك انت لو اجتهدت النتيجة دايما هتبقى كويسة. بس انا اقولك اهو، انا كواحد بقالي ممكن سنتين مجتهد جدا ومنضبط وعلى تحسين ذات ومش عارف ايه، المجهود مش معناه ان انت هتجيب نتائج كويسة او نتائج انت عايزها. وده لما انت بتحس بيه بيبقى صعب، عشان انت بقالك فترة طويلة عمال شغال على نفسك وفاكر اللي هو النتيجة هتجيلك، وبعدين شوية نتائج تيجي، وبعدين اللي المفروض بقى يعني النتائج اللي بعد كده هتبقى أصعب وأصعب، بس انت ومش عارف ازاي تعملها. فالموضوع مش شغل بس، الموضوع اللي هو انت تتعلم من أخطائك. عشان انا كويس جدا في اللي انا اشتغل جامد، بس مش كويس في اللي انا اتعلم من اخطائي. وعشان اتعلم من اخطائي لازم ان انا يعني هيبقى الموضوع جارح شويه، عشان هو انا كده بقول لنفسي انا وحش ومحتاج اتحسن، وده بيبقى صعب، اللي صعب اللي اي حد يعمله وهو بقاله كتير مجتهد. بس هي الحياه كده، الحياه مش اللي انت معناها انت مجتهد معناها انت هتجيب النتائج اللي انت عايزها. ف الفيديو ده انا مفكرتش فيه بصراحه، انا كنت عايز بس اصور نفسي وانا بعمل فيديو، اصور فيديو عشان انا بحب اعمل فيديوهات. وكنت عايز اقول لك يعني ساعات الموضوع هيبقى صعب، وساعات اللي انت مش هتكون عارف انت بتعمل ايه اصلا، معظم الايام مش تبقى عارف انت بتعمل ايه. يعني انا مش عارف انا بعمل ايه في الفيديو ده ممكن يجيله مثلا 100 فيو او حاجه كده. بس تعمل اللي عليك وتحاول تتعلم من اخطائك، وما تبقاش ايموشنال جدا، ما تبقاش اتاتشد لحاجه بره تحكمك. عشان انا اتاتشد لحاجه بره تحكمي، يعني انا ممكن تحت تحكمي ان انا اتعلم ازاي اعمل اعلانات، بس الاعلانات اول شهر هتعمل ايه مش تحت تحكمي. يعني هيبقى في variables مثلا، الماركت الشهر ده كويس ولا لا، انا عملت حاجة غلط، انا مش يعني حد قال لي عليه بس انا مكنتش مركز او حاجة. يعني في حاجات كتيرة بره تحكمك، بس انت ما ينفعش تتحكم فيها. اللي انت تعرف تتحكم فيه هو افكارك وقراراتك والاكشن اللي انت بتاخده كل يوم، ده الحاجة الوحيدة اللي تحت تحكمك. فما تزعلش لما انت تبقى مجتهد وما يجيلكش النتيجة. انت بس اللي عليك ان انت تتعلم ليه ما جالكش النتيجة، وتحاول تصلحها وتحاول تاني، وما تعرفش اللي هيجيلك النتيجة ولا لأ. وبعدين هيجيلك النتيجة، اصل هو يعني هيجيلك النتيجة بس انت مش عارف امتى هتيجي. دي مشكلة في مثلا في المشاريع مثلا الاونلاين، او حاجة مثلا ملهاش علاقة بالجامعات وكده. عشان مثلا انت لو عايز تبقى دكتور مثلا، انت عارف انت هتدخل جامعة وبعدين تبقى دكتور وبعدين تشتغل تبقى دكتور وبعدين هتعمل فلوس معينة. بس بحاجات اللي انت تبتديها مع نفسك زي مثلا المحتوى ده او اونلاين بيزنس، مش الموضوع مش بيبقى واضح يعني.
وده يوسف يعني. ده انا اللي انا من غير لما انا احط الكاميرا وابقى كاتب انا المفروض اقول ايه. ساعات بغلط وساعات كتيرة بجتهد ومش بيجيلي النتيجة، بس الطريقة الوحيدة اللي يجيلي النتيجة اللي هي انا اجتهد واتعلم من اخطائي، والطريقة اللي هي ما تجيبليش النتيجة اللي انا اخلي نفسي اللي انا ازعل، واللي انا اقول لنفسي الموضوع مش ملوش لازمة، عشان لا، هو موضوع ليه لازمة. موضوع حلمك وموضوع هدفك، ومش مفروض ان انت تخلي اي حاجة واي حد حتى نفسك توقفك عن الموضوع ده. ده الفيديو بتاع النهاردة. باي.